ازيكم عاملين ايه؟ النهارده لقيت جوزي داخل بقى بيقول لي ده فرح جدتي قرب وعماله تجهز بقى، ربنا يقويها ويتمم لها على خير. ف يعني جدة جوزك طبعا بتبقى اكتر واحده قريبه ليكي في السن. فدي بتبقى اكتر واحده صاحبتك، فلازم نعمل لها حاجه بقى طريقه على اسنانها كده. جبت اللحمه ديت كانت عندنا في الثلاجه، جوزي كان سرقها من الجزار اللي على اول الشارع. فلو الجزار شاف الفيديو، احنا في اخر الشارع، الدور السابع. فالمهم ايه، طلعت بقى يعني قعدت ادور في الحاجات اللي هو سارقها كده، لقيت اللحمه دي ولقيتها مليانه دهون، حتى يعني في السرقه هو مش قد كده يعني. فجبتها وفرمتها. لان الحواوشي اهم حاجه فيه الدهون. وجبت على النص كيلو لحمه 4 بصلات يكونوا كبار. وكنت نفسي احط فلفل احمر لان هو اللي بيخليه حلو، بس ما كانش عندي، لقيت دول ملونين كده. فحطيتهم مع 4 فصوص ثوم كبار. وهنفرم كله بقى، يعني ايه، فرم حلو كده يكون ناعم. وبعد كده هنحطهم على بعض. اهم حاجه تدلعي جدة جوزك، وخاصه لو هي داخله على جواز، علشان خاطر ايه؟ يعني هي بيبقى فاضلها 3 4 ايام بالكتير، فلازم ندلعها فيهم. هنعمل بقى الحوشي ده، عجبها جدا وكان حلو قوي. وقدرت ان هي تاكله الحمد لله، بس هي توكلت على الله ملحقتش تتجوز. حطيت بقى الفلفل كمان اللي احنا عملناه مع الثوم. وبعد كده هنبدأ بقى نحط التوابل. الحوشي قبل كده انا كنت عامله له فيديو، وكانت الاضاءه بتاعته وحشه، فانا عملت له اضاءه اوحش. فجبت الدقيق لان ده اللي بيخليه يمسك في بعضه، زي ما انت بتشتريه كده من عند بتاع الحواوشي، بتلاقي اللحمه قرص كده على بعض. فحطيت الدقيق وحطيت الملح وفلفل اسود. ودي بهارات لحمه او بهارات مشكله الموجوده عندك. عشان ما كانش فيه فلفل احمر، فانا حطيت بداله بابريكا. وكمان في مكون انا نسيت اصوره، اللي هو القرفه المطحونه. انا ما كنتش بحطه خالص في الحواوشي، بس لما جربته، هو مش هيبان طعم قرفه، ولكن هيخلي الطعم قوي بتاع اللحمه، يعني يخليه ظاهر قوي. بس وتعجنيه بقى لحد ما يبقى طري معاكي كده. وسيبيه يتبل شويه على ما نجهز احلى طبق سلطه. في ناس والله بشوفها بتعمله غلط جدا، بس دي اسهل واحسن طريقه. اللي هو حطيت البصلايه ودعكت معاها كده كزبره ناشفه وفلفل اسود وملح وشطه. وحطيت الليمون والخل. اعمليها بنفس المكونات دي، هتعجبك جدا جدا. في ناس بتضرب لها الطماطم عشان تطلع اللون الاحمر ده، وهو طلع معانا من غير ما نضرب طماطم ولا اي حاجه من العك دي. حطيت بقى قرنين كده شطه سبايسي. انتي مش عاوزه تكون حراقه، حطيهم باردين يعني. بس يا ستي. وهحط الكزبره او البقدونس اللي موجود عندك، بس بلاش شبت عشان بيخليها كانها زبده كده. وهنحط خيار والطماطم. بصي، في السلطه دي لازم تبقى بلدي كده، ما ينفعش تحطي جزر وكابوتشا، لان الراجل بيبقى عاملها لك بلحمه كلاب اصلا. يعني عامل لك حوشي بلحمه كلاب، فاكيد مش هيحط لك جزر وكابوتشا في قلب السلطه يعني. فهي عشان تطلع زي بتاعت بره بالظبط، لازم تبقى ايه فيها الحاجات البسيطه دي، بس ما تكتريش عنها. تمام. هتقعدي بقى تحاولي تدعكيهم في بعض جامد شويه كده، علشان خاطر ايه؟ ينزلوا كلهم صوص بتاعهم كده. وتبقى دي اللي هنعمل منها اللي بيقولوا عليها ايه، الويسكي بتاع المشويات زي ما بيسموه يعني. هناخد بقى اللي هو الحاجات اللي هي متقطعه كلها كده بره، عشان يبقى معانا طبق سلطه جميل. ونروح جايين الشويه اللي هم بقى الصوص دول مزودينهم ميه، تدي لونها حلو. طبعا هي بقت عدبه، فانا زودت ملح. وبعد كده زودت ليمون. عايزه اقولك طعمها خيال، وطبعا احنا حاطين فيها خل. اهم حاجه فيها الخل والليمون، دول بيخلوها حلوه قوي. وشوفي لونها جميل من غير اي بقى افتكاسات ولا اي حاجه. طبعا المخلل البلدي ده طبعا اللي بيكون في مع محلات الكبده والحواوشي. وبعد كده احشي الرغيف بقى يا ستي. حاولي ما تملهوش اول درجه ان اللي ياكل تلاقيه كل واغمى عليه مع الرغيف على طول. لان اصلا طعم العيش بيبقى شارب اللحمه، فبيكون حلو قوي قوي. وخاصة اقولك على طريقة تسويته دلوقتي هتبقى، بصي، ممتاز معاكي. فاحنا هنملى الرغيف كده ونتك عليه نبططه. وبس يا ستي، اي عيش بلدي ما عندك يكون بيتفتح، حتى لو بيت والله هيطلع معاكي حلو. طريقة التسوية دي بقى، ما تستكتريش الزيت، حطي زيت كويس كمية حلوة كده. لان بره بيحطولك كمية دهون اصلا كتيرة، وبيحطوا ليا ودهن كتير. فاحنا ما عندناش الحاجات دي ومش هنحطها، عشان يبقى خفيف برضو شوية هنحط زيت.
لو انت مش حاطه زيت كتير هيبقى معاكي لونه وحش جدا. فالناس اللي بتبقى مستغربه ليه ناس بتطلعه لونه حلو وليه ناس بتطلعه لونه وحش. وعاوزه اقولك التسويه في الطاسه احلى بكتير من الفرن. في الطاسه بيبقى العيش هشش ومقرمش وحلو، لكن في الفرن بيبقى ناشف وفي فرق بيبقى كبير جدا. بس هطلعه على شبكه زي ما انت شايفه على البوتاجاز كده، علشان لو في اي بواقي زيت تنزل منه. تمام. بس وبعد كده ايه هطلعه بقى وتقدميه وبألف هنا وشفا، وعقبال جداتكم جميعا كده لما يتجوزوا كده ان شاء الله. وبس يا ستي، وبألف هنا وشفا. ولو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وعشان يوصلك كل جديد. وخدي لفه في القناه هتعجبك، فيها حاجات سهله جدا وسريعه، وكل التكات للناس المبتدئين او شباب في الغربه. وما ننساش كوبايه البيبسي طبعا مع الحوشي عشان تهضم، وهيعجبك مليون في المية وناجح مليون في المية. وبس، وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. وباي. معانا اول برنسيسة كلت من الكشري. ايه رأيك في الكشري يا كوكو؟ تنطقي يا بت، ايه رأيك في الكشري؟ لا. لا حواوشي. اه صح. ايه رأيك في الحواوشي؟ اه. كان طعمه ايه؟ اجمل ومقلمس. ومقلمس. اه. وايه كمان؟ كان جواه حاجة لذيذة.